تسمى تدي بزاف. الحرام ساهل، الحرام ساهل يعني. وزيد نقول لك واحد الحاجه، الحرام هذايا فاش ساهل انه بالك ربما رانا في زمن لو كان دير الحرام يعودوا الناس يحبوك، بالك كنت تبيع المخدرات يعطوا لك الناس الحاجه، يعودوا يقول لك ما تولي انت انسان. لماذا؟ لان الان كاين واحد التغطيه اعلاميه، كاين العالم كله كيما راه يشجع هذه الامور من حيث تدري او لا تدري. حيعطيك نظره باللي هذاك اللي يبيع المخدرات هو انسان يعاون الناس. باولو واسمه اسكوبار، بابلو اسكوبار، لا حفظوه كما الصحابه كاع. هذا شوف، هذا وعنده شحال سنوات قدموه لنا بلي انسان ناس ملاح، قدموه لنا بلي انسان ناس ملاح. تسمى الان حنايا دوكا مع مرور الزمن نفيقوا بلي هذا الحرام يولي هو المليح، يولي هو حاجه مليحه وبسرعه. انت لو كان ما يكونش عندك الايمان بالله راح تلقى تحديات حتى في الشركه اللي تخدم فيها، حتى في المنصب تاعك تقول الناس الانسان المليح هذا ما يحبوهش يا خويا. تسمى كي انا راني واقف ونتعامل قانونيا، هذا يعيط لك منا يقول لك لا والاخر يقول لك انا نمشي ناس ملاح ويحبوا يلعبوا لي برجلي وكذا. علاه؟ خاطر انا انسان راني واقف لهم كاع هاد الاشرار. تلقى الغاشي كاع ضدك من بعدها. حتى الانسان المليح هذاك تلقاه ما يوقفش معك، يقول لك انا الله غالب ممكن تهضر راك تعرف ما ينصركش. تلقى روحك هنا التحدي تاعك انت، ربي يجعل لك البطوله تاعك هنا. وشكون يوقف على الامر هذا؟ شكون يضحي؟ شكون يقدر يضحي؟ وراه الانسان هذا لازمنا ايمان بالله، لازم نعودوا ناس مؤمنين عارفين علاش انا عايشين، عارفين الهدف تاعنا ورانا رايحين، باش نقدروا حقيقه لما تجي الامتحان نقولوا لا انا عارف راني رايح. ما تخرجي من الخدمه نخرج ماشي مشكل، ديغرادين المهم والله ما ندير الحرام ماشي مشكل. لما تصورك شحال من واحد يبدا يضحي، يعاود الخير يعاود ينتشر. الان اهل الخير اليوم هم جمهور متفرج ماشي مناصر. الجمهور كاين زوج انواع، كاين جمهور متفرج ما شاء الله. عباك الشيخ الدرس تاع البارح الله يبارك ما شاء الله، والله يبارك والله هذيك مبادره مليحه اللي درتوها. وبعد النهار يجي الدق خاطيهم ما على بالناش، ما كاش ما ينصركش حتى بتعليق، ما ينصركش حتى بتعليق، ما ينصركش يعني ما يدافعش عليك حتى هكذا مقطع فيديو ما يدافعش. علاه؟ لانه الان انا نخلقوا في جمهور متفرج. الدين ما شاء الله والدين تاعنا والرسول عليه الصلاه والسلام سبوه اعداء الله كذا. انت واش راك دير؟ انت واش راك دير؟ اعطينا بصمتك. ولهذا الان شوف ديننا هذا يحتاج الى تضحيات، يحتاج الى امه تنتقل من جمهور متفرج الى جمهور مناصر يعود ياثر. هذاك الجمهور يناصر دين الله تبارك وتعالى. قال النبي عليه الصلاه والسلام يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله. تحولوا من جمهور متفرج الى جمهور مناصر، لازم تناصر دين الله عز وجل. هذا المشكل الان في الشعوب الاسلاميه اليوم التي تعجبها الدروس، يشوفوا الحلقات والعلماء يقول لك الشيخ فلان فتوى ما شاء الله كذا والعلماء كذا، معليش ومن بعد ما كاش حتى حركه. يعني الانسان كي يشوف العلماء ينضربوا ولا اي حاجه ولا الدين، انت تقدر دير حاجه. انت لو كان تربي ولادك على الدين وتجيب وليدك هكذا غير يقرا القران في الجامع، راك بديت تنصر في دين الله، بديت تتحرك، بديت تورينا باللي انت انسان، راك بديت تنصر دين الله. كل واحد كيفاش ينصر دين الله عز وجل، كل واحد له كما قلنا احنا في الدرس اللي فات، الطرق الى الله، الطرق الى الخالق، الطرائق الى الخالق باعدد انفاس الخلائق. يعني كاين ابواب كثيره نقدروا نوصلوا بها الى الله عز وجل، والمنهج واحد، منهج النبي عليه الصلاه والسلام. اذا قال الله عز وجل إذن إن الله بكم رؤوف رحيم. إذن إياكم أن تظنوا أن هذا الكتاب الذي جاء من أجل أن يكبح حريتكم، أو أنه جاء ضد شهواتكم، أو أنه جاء ضد الرغبات، وأنه جاء من أجل أن يضعكم في ماذا؟ في سجن مكبوتين. لا، وإنما هذا الدين جاء من عند الله الرؤوف الرحيم. إذن كي تسمع بأن الله رؤوف رحيم تولي تقول أنا نعمل، ربي قال هذا دي خلاص رؤوف رحيم. يعني هذا الدين تاع ربي موش دارهولناش باش يعذبنا، ما درناش تسمى نصوم من النهار كامل علاه رؤوف رحيم. خلاص ما دام رؤوف رحيم معناتها الصيام فيه فايده. ما كله يحكوا لي الاطباء لا فيه فايده ولا لا، لانه جاء من عند الرؤوف الرحيم. تولي عندك استسلام مسبق بلا ما يشرحوا لك بلي الصلاه تداوي لي ديسكال، ما كان له. تسمى الصلاه مليحه وفيها فايده وتربيني وفيها فايده من كل النواحي، الناحيه الايمانيه والصحيه والاجتماعيه وكل الاخلاقيه، كلش صلاه. علاه؟ لانها جاءت من عند الرؤوف الرحيم. بلا ما نزيد نقرا حتى ايه ولا حديث.
بمجرد ما نسميه نحن معرفة مصدرية الوحي، من عند من جاء الوحي؟ من عند الله. كي جاء من عند الله، الله كي نبداو احنا نقراو الوحي هذا نقراوه، واش نقولوا البسمله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص الرحمن الرحيم معناتها واش راح تسمع كامل من عند الرحمن الرحيم. هذاك اللي قال لك خرج الزكاة 2.5% حين يحيلك نصيب من دراهمك، تسمى انا لم انا دوك نلم دراهم هذوك كامل، يعني نمد 100 مليون في 4 ملاير. انا عندي 4 ملاير، لميت 4 ملاير واني تعبت 20 سنه وانا نجبد نخدم نروح نبات منا نروح منا لميت 4 ملاير، ومن بعد نخرج 100 مليون كامله نروح نمدها للناس، تسمى نمدها للناس. هكذا كبرك تسمى هذاك راقد انا نعطي له، هذاك راقد انا نعطي له، فقراء مساكين كذا نعطي لهم انا هكذاك يدوهم هكذاك وحدهم. الرحمن الرحيم. كي جيت نقرا الايه بسم الله الرحمن الرحيم، قال لي خرج 100 من 4 ملاير اللي عطيتهم لك، ماشي تاعي، جعلكم مستخلفين فيها. قال لك ماشي تاعك، تاعي انا عطيتهم لك، خليتهم عندك، واحد نسقسيك عليهم نسالك عليهم، روح نحي 100 اعطيها لفلان، عادي ماشي تاعي. او عيط لي مولاهم قال لي مد 100، خاطيني انا عساس برك. تولي تعمل واحد المعامله بالراحه بالراحه. قال الله تبارك وتعالى وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه، اعظم، شوف تخيل، اعظم درجه ولا اجر، شوف درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. خلونا هنا نقف مع هذه الآية التي تبني الشخصية القوية. هذا معلم آخر، وإحنا إن شاء الله كما قلنا كي نكملوا السورة نذكروا كامل هذه المقومات التي تجعل الإنسان يبني شخصية قوية. شوف هذه الآن وش نسميه حنايا تحين الفرصة. التحين، شوف تحين الفرصة لا يكون إلا من إنسان مؤمن ذكي موفق من الله، موفق من الله تبارك وتعالى. الآن نحن عند الله درجات، هم درجات عند الله، هكذا قال الله تبارك وتعالى، احنا درجات عند الله. الدرجة هي مبتغى عباد الله الصالحين. عباد الله الصالحين مبتغاهم الدرجات العلى. الدرجة العالية تصوروا الدرجة، كاين درجة الجنة ودرجة المكانة تاعك عند الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الدرجة هي التي تكون عند عباد الله الصالحين. هناك من الناس من له مدة طويلة ويصلي في الصف الأول الثاني وكذا، مدة هو رايح جاي الجامع، رايح جاي، ممكن تلقاه بالك عنده 21 سنة من اللي ربي يغفر له كاع الذنوب تاعه وكمل معاه خلاص. كل واش زاد دار كامل من رمضانات وصيامات وكذا كلها عبارة عن رفعة في الدرجات فقط. هذيك الخطوات نتاع الجامع هذيك غير ويزيد خلاص، كمل هذا ربي يغفر له، اسمها ذنوبه قليلة بزاف خلاص. هذا الإنسان حكم يأكل كذا، ربما خرج تقاعد، ربما إنسان عنده ميزان تاعو وعرف يعيش حياته، عرف يجبد روحه على الناس باش ما يغلطش كذا، ويحكم طريقه وبدا أو يدير الخير. وهذا الإنسان بدا ربما يغلط خطرة زوج ولا يشوف حاجة ماشي حلال ولا ويتكلم كلمة ولا يعاود يسقمها، وعنده شحال ويخدم الخير، هذوك خلاص ولات كاع درجات ولو درجات. واحيانا انسان عابد لله، انسان يتقي الله، ربي يغفر له ذنوبه وراه كالصفحه البيضاء، تلقاه كمل الحج وخرج كيوم ولدته امه، يطيح مريض. المرض هذاك وشنو؟ يعني كفاره للذنوب، ما عندوش ذنوب، تولي درجات، يولي مساله درجه. شفت احنا المؤمن واش عنده درجات. يا ما الاسلام ما الايمان ما الاحسان، عندنا درجات. يعني حنايا الان كوننا يبنينا الله تبارك وتعالى بناء مليح ما يخليناش قلنا كي نبعثك للدنيا المهم تخرج سلامات. ما عندناش هذه في الدين، هذه ما عندناش في الدين. احنا عندنا حاجه، هو الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا، ان هذا القران يهدي للتي هي أقوم. شوف كلمة أفضل. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. احنا نخدموا الفوق. اللهم اهديني إلى أحسن الأخلاق. احنا ماشي قيس، ما كاينش قيس.
هذاك قيس جات في صورة واحدة عند واحد أعرابي جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله أرأيت أعرابي، تسمى أعرابي عايش، وش عايش؟ عنده الغنم وكذا والإبل وكذا، وعايش من بلاصة لبلاصة، ولا في الأربعة ولا العشرة المبشرين غزوات رايح جاي وكذا باش تولي مكانتي كبيرة عند صحابة، درجات صحابة. فالآن هذا الأعرابي كي جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له أنا تسمى قيس روحي، تسمى عندي الغنم عندي كذا، ما قال له شوف باش ما ندخلش النار بركة أعطيني شو المينيموم. قال له أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة وأتيت الزكاة وحججت بيت الله عز وجل، قال له ندخل الجنة؟ قال له ادخل الجنة. السلام عليكم. قال له ما تزيد لي، ما زيد لك. قال له والله لن أزيد عليهن. قال والله ماني زيدها حاجة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، إن صدق وخدم خدمته زينة يفلح. هذا تسمى الإنسان، هذا مينيموم. بصح هذا الإنسان تا واش راك هنا في خطورة. تصور تا صلاتك غلط فيها يوم القيامة انظروا لعبدي هل من نوافل، لا ما عندوش. هذا قال لك والله ما نزيد عليها، عنده زيرو نوافل. صح الصيام وغلط، شحال من خطرات دار صيام كذا وغلط، شحال عنده أيام شوفوا له تشوفوا كش ما صاب نوافل. الله أكبر. دائما يعاونونا. إذا أنت عندك خدمة تنجيك من النار وبعدها خدمة ترفدك، درجات تطلع عند الله تبارك وتعالى. احنا مبتغانا الهدف الأعلى، أحسن عملا، دائما نكونوا متنافسين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.